السلام عليكم الناس الزوينين، السلام عليكم الناس الملاح. واش عمركم سولتوا راسكم علاش كاينين شي ناس اللي كينجحوا في حياتهم بالزربه وكاينين ناس اخرين اللي كيبقاو واقفين في بلاصتهم؟ الوغ السر كاين في جوج ديال المهارات اللي غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو. خدم عليهم اخويا، خدمي عليهم اختي، وثيقوا بيا حياتكم غادي تبدل 180 درجه. الا كان ديجا عندكم هاد جوج مهارات فراكم غاديين في الطريق الصحيحه، وإلا ما كانوش عندكم هاد المهارات وعندكم بزاف ديال الفلوس فراكم كتعتبروا فقيرين في وسط هاد المجتمع. وهاد الموضوع اللي يرضي عليكم ما كيخصكش غير انت او لا انا، مي كيخص حتى وليداتنا. يعني حتى الا حنايا غفلنا على هاد جوج المهارات على الاقل نعلموهم لولادنا، حيت للاسف هادشي ما كيتعلمش في المدارس. المهاره الاولى هي التواصل الفعال، لا كومونيكاسيون، كنسطر عليها بسطر غليظ، حيت التواصل هو اهم حاجه في حياتنا كامله، كساسوا في الخدمه، سوق الشغل، في حياتنا الشخصيه، في العلاقات نتاعنا. يعني الا بغيتي غير توصل لواحد الفكره بشكل واضح خاص تكون كتضبط هاد المهاره اللي هي التواصل. الوغ المساله الاولى باش نبنيو علاقات قويه خاصنا نكونوا تنعرفوا نهضروا. دابا تخيلوا معايا واحد الشخص قرا حتى شد كاع الدبلومات اللي باغي وخدام خدمه مزيانه، مشى واحد النهار جلس في القهوه، تلاقى مع واحد الشخص اخر، لقاه انه خدام معاه في نفس الدومين، وهذيك الا ربط معاه علاقه او الا بنى معاه علاقه يقدروا يوصلوا لدي زافير كبار في حياتهم، ما يكتفيش فقط بداك الدخل نتاعو وانما يطور راسو نتاع بصح ويزيد للقدام. الوغ ما كيعرفش منين يبدا، الا ما كانش يعرف يهضر ما كيعرفش منين يبدا، ولا كاع عرف منين يبدا خاصو يطور هذيك العلاقه ويخليها مستمره، فما كيعرفش. هادشي علاش خاصنا نعرفوا نهضروا ونخدموا على راسنا بزاف في هذه النقطه ديال التواصل. المساله الثانيه هي انني خاصني نكون مقبول. كيفاش نكون مقبول؟ هو انني نضحك، نكون وجهي يكون بشوش، نكون كنضحك الناس في وجههم كاملين، نكون عفوي، كنهضر بواحد الطريقه عفويه ومطلوقه. السلام، عرفتي كاينين شي ناس الله يسمح لهم كيتسالموا بحال هكا الوغ سلم مزيان، سلم مزيان، شوف تكون هكا اون فاز. شوف لغه الجسد، خدموا على لغه الجسد، لغه الجسد مهمه بزاف في حياتنا اولا في مهاره التواصل. داكوغ. وسورتو هاد النقطه كنتوشي بها الناس اللي كيبغيو يمشيو يدوزو لي زونتروتيان. كاينين شي مشغلين اللي بصح سو باز على هاد القضيه نتاع انك واش مقبول ولا ما مقبولش. تيقول لك انا ما دخلش ليا لخاطري. كيفاش غادي يدير يتقلم ليا مع الناس اللي خدامين هنا في الشركه، اولا كيفاش غادي يدير يكونوا عنده دي كونتاكت، اولا كيفاش يدير يكونتاكت ليا الناس. يعني هاد النقطه خدموا عليها بزاف، لغه الجسد وانني نكون مقبول. المهاره الثانيه هي حل المشاكل. اليوم الوقت بغات الناس كيعرفوا يحلوا المشاكل، الوقت بغات الناس اللي واخا تحطهم في وسط واحد لو كليما فيه بزاف نتاع ستريس يعرفوا يجيريو راسهم. اليوم الوقت بغات ناس يعرفوا يبنيو علاقات قويه في المجتمع. هادشي اللي كيميز بزاف ديال رجال الاعمال اللي ناجحين في حياتهم. كيفاش نحل المشاكل اولا كيفاش نضبط هاد المهاره؟ سهله وبسيطه. نتعلم نتصنت، نتعلم نسمع، نتعلم الاصغاء، المهم سميوها كيف ما بغيتو تسميوها. حنا ما كنتصنتوش لبعضياتنا، حنا ما كنسمعوش لبعضياتنا. علاش؟ حيت فاش تيكون الشخص اللي معك اللي قدامك تيهضر انت دماغك كيفكر في كيفاش غادي تجاوب اولا اشنو خاصك تقول ليه، اولا كتقاطعو ولا دماغك تيفكر في انه يقاطعو. بحال دابا كتكوني كتهضري مع شي صاحبتك كتقول لك عرفتي البارح راه مشيت لواحد المحل، دغيا كتقاطعها كتقول لها علاش مشيتي الصباح وكان عليك تمشي حتى العشيه، راه انا تنعرف واحد تنخرج من الخدمه ونمشي معاك ولا شي حاجه بحال هكا. فراه ما كنخليوش حتى الشخص اللي قدامنا يكمل هضرته، ما كنتصنتوش. الله يرضي عليكم، خاصنا نتعلموا نسمعوا لبعضياتنا، حيت فاش تنسمع ليك كنفهمك اشنو بغيتي تقول، وفاش كنفهمك
كنجاوب جواب في محله، وبهكا كنزيدو لقدام وكنستمروا بواحد الشكل ناجح في حياتنا. الوغ كانوا هادو هما جوج مهارات اللي كنت بغيت نبارطاجي معكم اليوم. الا وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو فما تنساوش لايك وانضموا للقناه نتاعنا وفعلوا الجرس باش كونسا يوصلكم كاع الجديد نتاعنا. تهلاو.